الواحد مننا ممكن يمدد على السرير، بس يسبح في الخيال. يقول لك يا أخي أنا نفسي أبقى زي ابن تيمية. يجي لي العالم في اللغة أجيبه لمس كتاف، عالم في التفسير أجيبه لمس كتاف، أناظر ده أقطعه، ومش عارف أعمل زي ابن تيمية. والكلام ده بيفكرني بمثل عندنا زمان بصاحب الزروية. الزروية دي إناء من الفخار، كانوا يخزنون فيه زمان السمن البلدي. فكان في واحد في قرية من القرى مهكع بيمشي على عكازه كده، وكل ماله في الدنيا الزروية دي، معلقها بحبل في السقف، والبيت بتاعه كان السقف بتاعه واطي منخفض كده، والسرير بتاعه كان عبارة عن طوب، عامل مصطبة كده من الطوب، يفرش على حصيرة وحط الجزمة بتاعته تحت تحت دماغه، مخدة يعني. في يوم من الأيام وهو نايم والزروية فوقه كده، وطبعا العكاز بتاعه لا يضرحه، قعد يحلم بقى. قال يا سلام، لما أروح السوق وأبيع الزروية دي تجيب لي مبلغ أشتري بيه وز، أربيه يكبر، أجيب غنم أربيها تكبر، أجيب بهايم جاموس وبقر، ويبقى عندي زرايب حتى أكون أغنى رجل في المدينة، وأبني قصرا منيفا، وطبعا هبقى أنا أغنى واحد، أروح لأجمل امرأة في البلد بفلوسي بقى، هخطبها وأتزوجها، وبعدين أخلف ولد مقطقط جميل حلو هربيه، ولا بد أن أكون حازما معه، فإذا عصاني ضربته هكذا، ومسك العصا ضربته هكذا، أم طير الزروية. ما أفاق إلا على السمن بقى اللي نزل عليه، أفاق وراح الحلم الكبير. أول واحد مننا في حال استطراحتها يقعد يحلم كده، نفسه بقى زي ابن تيمية، نفسه زي أحمد بن حنبل في حفظ الحديث. لا 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 لا، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لابد من الإنسان لابد أن يأخذ بأسباب القوة، ولابد أن يأخذ بأسباب الحزم.